لست أباغتك بالعناق ولا بالقبل، أنا أرتديك، أهدهد فيك لهيب الثلج، وحين يحين أوان البداوة أخلع عني رداء القبيلة وأهطل شبقا. يا رياح رقص عشبي، يا سوسنات جنوني، قربي فرحك الأرجواني مني، مدي جسور اليمام صوب دمي، واغرسي قامتك بوتيني. من تالد الأوان دهماء قصيدتي، فمن يقرأني؟ لا بد أن يتحسس قتيل روحه ويشتعل ليدخل ذلك الدهليز. حين ألقي بكلمتي على حرير جسدك تستحم بالضوء رؤاي، وينضو عن البوح التعب، تشتعل أنامل المبللة بالانتظار، ومسامعي تسترق النظر. مذ هملت عن تخت روانك ومرقت بباب انتظاري، لم يبارحني صوت خلخالك المعتق ولا حمرة سكنت بخدك. ما للمساء مرتبك؟ دعينا لا نمنطق المشاعر ولا نؤنق الملامح، دعينا نغلف المعاجم وننحي الأسئلة. ليتك تمرين بالقرن الهجري الأول، عسى أن يرتد ابن الملوح عن حبه وتتوارى العامرية. ما أطيب عرس البوح حين ولجت الحلم وتشذيت على قارعة الحرف، وقتها كانت جنيات السحر تبوح فوق شفاهك ما أخفيت خلف الطرف. لا تقرعي باب صحوي، ثمة حلم بطور الاكتمال. كلمات الشاعر المصري خليل مصطفى، بصوت الشاعر اليمني الدكتور عبد الملك اليوسفي.